السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كي راكم دايرين؟ بخير. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم كذلك حتى شي خير. واللي كتمنى شي حاجه في هاد العواشر يا ربي تحققها له، ويا ربي تسخر لاي واحد في الذريه ديالو وكذلك في الوالدين ديالو. ايوا كما كتشوفوا معايا انا بديتكم من التالي ديال لا فيديو. كنت هنا كنزوق واحد الكيك ديال المول العجيب اللي غنديها ان شاء الله لعائلة الزوج ديالي للدار ديال شيخي. هنا بديت معكم من التالي د لا فيديو، ولكن ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال هذا الكيك ديال هذا المول العجيب. صراحه اول مره كنستعمله. ونبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه نبداو بالمقادير. عندي كاس مع مرس ديال الزيت، كاس مع مرس ديال سكر سنيده، وكاس لارب ديال الحليب، جوج بيضات، رشه ديال الملح، جوج ديال الساشي ديال الكاكاو، وغنحتاج معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان، وجوج خمارات من وزن 8 غرام، وواحد الساشي ديال الفاني، وكاس ونص ديال الدقيق نوعيه جيده. الاناء اللي غادي نضرب فيه ضفت جوج بيضات مع رشه الملح مع داك كاس مع مرش ديال سكر سنيده، وخنحاول نضرب غير بالضرب اليدوي حتى غادي تذوب لي ديك السنيده. ومباشره غنضيف عليها داك كاس مع مرش ديال الزيت، وغنضيف كذلك داك ربع كاس اللارب ديال الحليب عفوا. وصافي هنايا غادي نضيف واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، ومن الافضل لو ديروها مع الحليب تذوبوها مع الحليب، ولكن ماشي مشكل دابا تذوب مع الخليط. وهنا غادي نضيف دوك جوج خمارات اللي كيساويو 18 غرام، وكذلك ضفت داك كاس ونص ديال الطحين. وغنبقى ما غنديروش دفعه واحده، غنبقى نزيد كميه بكميه. وغادي نزيد كذلك واحد جوج ديال الساشي ديال الكاكاو المر، ولا ما كانش عندكم هذاش ديروا د العبار جوج معالق كبار. مهم كلشي نغربلوه باش ما يبقاو لنا لا حبيبات لا والو، باش يجينا الكيك ديالنا مهوي من الداخل ومفشفش كذلك. هنا راه غيجي خفيف، ما غرضناش حنايا يجي داك الكيك اللي طالع ومرتفع، حيت هذا اصلا عنده واحد الحفيره في الوسط اللي غادي نديرو فيها واحد الكريمه رائعه. هنا خديت المول هذا ديال الكغانيت، دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق، خفتو لا يلصق ليا، ولكن راه معظم الناس كيقولوا لك راه ما كيلصقش. المهم انا كنت خفتو يلصق ليا ودفعت له الزبده مزيان والطحين كذلك. المهم هنا الكيك كان طاب، قلبته وكانت كثرت له الزبده. وهنا غنحاول نحيدها بهاد الفرشات، نحاول نحيدها واخا ما بغاتش تحيد صراحه، ولكن مره اخرى ان شاء الله نحاول ما نديرلوش الزبده ونشوف واش ما يلصقليش. هنا دزت الكريمه، خديت كاس ونص ديال الحليب، غندير له جوج معالق كبار ديال سكر سنيده، وكذلك غندير له جوج معالق عامرين ديال كريم باتيسير. المهم هنا انا كانت خوات ليا وبقيت كنضيف شويه بشويه تقريبا جوج معالق كبار. المهم كنحاول نطربها مزيان، نخلطها بداك الخلاط باش ما تهبطليش لقاعد الكاسرونه وتحرق ليا. بالنسبه غنحتاج واحد معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، وغنحتاج دانيط كراميل. المهم هنا كانت عقدات لي الكريمه، طفيت عليها وبقيت كنخلط هادشي مزيان حتى دابت لي ديك القهوه، وغادي نضيفها مباشره في ديك الحفيره ديال الكيك. بالنسبه للكيك راه كان برد تماما، ما ديروش الكريمه والكيك باقي سخون تتبرد لكم الكيك ديالكم. الكريمه كانت شويه ما تخلطليش داك دانيط مع الكريم اللي لتحتها، حاولت نخلطها غير بداك السباتولا وصافي وضفتها للكيك ديالي. كنحاول هكا نحركو باش توزع ليا الكريمه كامله في ديك الحفيره. صافي انا كنحاول نقادو بهاد السباتولا وغنخليه يبرد غير شي شويه، وغندوز مباشره غادي نزوقو. بالنسبه للزواق ديال الكيك، زوقي باش ما كان عندك اللوز زوقي باللوز، كان عندك حبيبات الشكلاط زوقي كذلك بحبيبات الشكلاط، ما كانت عندك حتى حاجه ما تزوقيهاش. المهم داك الكريمه كتجي رائعه، داك الميلونج ديال دانيت كراميل مع القهوه كيجي واحد المذاق زوين
وغيرجع معتمد عندكم إن شاء الله في جميع الكيكات اللي كيكونوا في المول العجيب. مرة كل مرة شنو ديروا، مرة ديروا هذه، مرة ديال البرتقال اللي كنت ديجا شاركت معكم. مهم كما قلت لكم واحد المذاق اللي هو زوين. وهنا حاولت ناخد شوية ديال السكر كلاصي وغنحاول نديرو من الفوق بديك الصفاية، نحاول نوزعو هكا على داك التوت. وكان هذا هو الكيك ديالي وصراحة كان عجب العائلة ديالي، عائلة ديال الزوج ديالي، ونال الاعجاب ديالهم. يلا خليتكم مع السلامة، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.